مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم بناء على طلبكم ريفيو كامل عن فندق نيو ايجلز. نيو ايجلز من الفنادق الرخيصه جدا وطالع ترند الصيف دوت، كل الناس رايحه عليه عشان طبعا احنا عارفين الاسعار كلها بقت اوفر. فان انت تلاقي فندق بسعر حنين جدا بالمواصفات حلوه جدا دلوقتي، فده اللي مخليه ترند وده اللي مخلي الاقبال عليه شديد جدا. لو انت بتهتم ان انت عايز تروح نيو ايجلز، عايز تعرف مميزاته وعايز تعرف عيوبه زي ما انتم متعودين مننا، الثقه والامان في كل تفصيله بنقولها مع بعض في الفيديو. تابعني لاخر الفيديو، هجيب لكم كل تفصيله في الفندق وهجيب لكم اسعار طول الصيف للفندق دوت عشان تعرفوا اسعاره كام. وما تنساش لو اول مره تشوفني تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. اول حاجه بحب ابتديها في الفندق زي ما احنا متعودين فهو الشاطئ. فندق نيو ايجلز من الحاجات المميزه قوي 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 فيه ان هو شاطئ رملي بنسبه 100%، ميه صافيه وميه جميله وفيها شويه موج كده على الهادي وحلو، وميه رمليه جميله. هتقدر تنزل انت واطفالك، حتى لو طفلك ده سنتين ثلاثه هتقدر تسيبه وانت مطمن عليه وهو نازل البحر. هم محاوطينه وعاملين زي صدادات زي ما احنا شايفين كده في الصور. منظر الميه جميل، منظر اليخوتة اللي موجوده والمراكب اللي موجوده حلوه قوي، فهو مكان امان جدا. طبعا عاملين برضو صدادات عشان ما يبقاش الموج شديد، والميه هاديه ورمليه، فانت هتقدر تنزل انت واسرتك في الميه والبحر وتستمتعوا بيه جدا جدا جدا. دي من اول مميزات الموجوده في الفندق اللي هو شط رملي. تاني حاجه حلوه في الفندق اللي هو حمام السباحه. انت هتشوف الصور تحس ان هو صغير بس هو كبير واخد بطول الفندق، وحلو جدا على مساحه الفندق وعلى عدد غرف الفندق وعلى عدد نزلاء الفندق. يعني هو الفندق اصلا عدد غرفه بتاعه مش كبير، محدود، فانت بالنسبه لك ان انت عمرك ما هتحس بزحمه في البول ولا عمرك هتحس بزحمه في الفندق كله. الفندق كبير، مساحته حلوه. زي ما احنا شايفين كده في اكوا بارك كده بسيطه، هي مش احلى حاجه بس مش وحشه، يعني كويس اللي موجود فيه لعبتين اكوا بارك زي دول، نقدر نستخدم الاكوا بارك ونتبسط احنا واولادنا. البول جميل، البحر جميل لو عايز تقعد على البحر. الغرف ميزه جميله جدا، الفندق السيستم بتاعه جاي من الغرف بنسبه 99% منها بتبص على البول زي ما احنا شايفين مع بعض في الصور كده، ان الغرف كلها تكون بتبص على البول، فدي حاجه حلوه جدا. وتبص على الاقوى، ويمينك بتبص على البحر او شمالك بتبص على البحر، ففيوهات الغرف كلها جميله جدا. الغرف حلوه قوي، الغرف الدبل هناك جميله، مكيفه، شاشات مسطحه، مراتب حلوه ونظيفه. فندق اصلا لسه جديد بقاله كام سنه. وعلى فكره العلم اللي يعرف فندق بارادايس ابو سوما اللي في سوما باي، فهي نفس الاداره بتاعت الفندق الجميل ده، هي نفس اداره نيو ايجلز، فالاداره بتاعته كويسه. المعامله هناك طيبه قوي من الناس من اول الريسبشن، تسكين سريع، الريسبشن حلو زي ما احنا شايفين برضو، الريسبشن مش وحش. هنقعد في الريسبشن، هيجي لنا الويلكم درينك بتاعنا في اجراءات سريعه، هيكون تم تسكيننا، هنستلم غرفنا زي ما احنا شايفين مكيفه وحلوه. في عيب بس في الغرف ان الغرف الفاميلي روم هناك بتبقى عباره عن زي صالون او مكان بره بانتريه بقعده وشاشه. المكان ده مش مكيف، التكييف في الغرف النوم بس، فدي مش حاجه حلوه. الناس في عز الصيف ما بنقدرش نقعد بره، لازم يكيفوا لنا المكان اللي بره في الفاميلي روم. الفيو بتاعت البلكونات كلها حلوه والغرف حلوه. نخش على الاكل جميل جدا زي ما احنا شايفين برضو، كل يوم بيعملوا حاجات جميله وبيشوا مشويات جديده. اكل متواضع، البوفيه متواضع. بص البوفيه مش اوفر، مش هتلاقوا فيه احلى حاجه والاكل واو جدا، بس اوعدك ان انت هتخش هتلاقي اكل جميل ونظيف ويتاكل. عمرك ما هتقرف من اكل او هتتقفل من اكل. للامانه انا ما رحتوش، بس في ناس كتير قوي راحوه، وكل اللي يروحوا ويرجع يقول لي ان الاكل بتاعه ممتاز والاكل نظيف جدا. حتى الاجانب هناك برضو اللي راحوه بيشكروا برضو في الاكل بتاعه. فطبعا اقامه هناك اول انكلوزيف، فطار غدا عشاء مشروبات سناكس. السناكس بتاعهم بيتزا، برجر، كفته، هوت دوج. طبعا ده سناكس جميل جدا. البار شغال لغايه الساعه 12 وواحده بالليل، دي برده من الحاجات الحلوه قوي. هتلاقوا فيها مشروبات الخفيفه الحلوه اللي احنا بنحبها، اللي نفضل طول النهار نشرب فيها دي عشان الحر والجو ده. طبعا هنلاقي فيه كل الحاجات اللي احنا عايزينها زي الجيم، سبا، الحاجات دي. فندق من الفنادق الحلوه جدا. في فريق انيميشن بيعمل حفلات برضو الصبح وحفلات بالليل.
كان من عيوبه السنه اللي لغايه السنه اللي فاتت الفريق الانيميشن، كانوا بيقولوا فريق الانيميشن تعبان وممل والفندق بالليل ممل. دلوقتي لا، ابتدوا يعالجوا الموضوع دوت، ان فريق الانيميشن لغايه بالليل، لغايه اقصى فتره لغايه 9 و10 بالليل عاملين شغل واكتيفيتيز عاليه، وياخدوا الاطفال ويرسموا لهم على وشهم ويلعبوهم. فدي حاجات من الحاجات اللي اثبتت لنا ان الفندق بيطور من نفسه. الفندق بيخش ويقرا كومنتات ويشوف مشاكل الناس ويشوف عيوب الناس ويبتدي يشتغل عليه. العيوب كانت عليه لغايه السنه اللي فاتت ان الفندق دوت بيميل لهدوء زياده عن اللزوم. الناس كانت مشكلتها في الفندق ان هو ممل، لكن غير كده البحر حلو، البول حلو، الاكوا حلوه، الغرف حلوه، المعامله حلوه جدا جدا، والاكل كويس جدا. طبعا دي كلها متطلبات كلنا نبقى محتاجينها، ويكون الفندق على سعر متناول ايد اي حد. اي حد يقدر يروح الفندق دوت. ده مش 3 ليالي بس، ممكن تروح 4 ليالي. اسعاره تحفه وخياليه، انزلوا بصوا في صندوق الوصف هتلاقوا اسعار فعلا ما تتخيلوهاش على مكان زي ده. وكمان المكان فيه حديقه حيوان، في جزء حديقه حيوان في المكان دوت، يعني دي كان جزء وهي مهمه جدا. في طبعا كيدز اريا، في كيدز اريا للاطفال ان هم يلعبوا فيها. في ميزه كمان ودي من اهم المميزات اللي موجوده في الفندق دوت، اللي مش كل الفنادق بقت تعملها دلوقتي، ان هو بياخد طفلين تحت 12. فانت لو عندك طفل مثلا اللي هو 11 و9 زي الحاجات اللي يقول لك بقى في فنادق ثانيه ادفع لها نص فرد، او معاك اطفال معديه السن، في طفلين 9، طفلين 8، طفلين 7، يقول لك لا الفندق دوت سياسته حلوه جدا. طفلين تحت 12 سنه، يعني طفلين تحت 12 سنه فري، وغرفه دبل، اسعار وهميه كسر الدنيا. فندق نيو ايجلز من الفنادق الترند السنه دي الصيف في الغردقه، كل راحوا ومبسوط بيه جدا وبيشكروا فيه جدا. المشكله الوحيده اللي كانت في الفندق ان هو بيميل للهدوء وممل، والمشكله دي ابتدوا يعالجوها بنسبه 60-70% السنه دي. فنيو ايجلز من الفنادق الحلوه قوي. لو انت عايز تحجز الفندق دوت هسيب لكم تحت اسعار الصيف كله، هسيب لكم رقم تليفوني تقدروا تواصلوا على الواتس، او اتصلوا بيا من بعد الساعة 5 أو 6 آخر النهار، وأنا تحت أمركم في أي وقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش لو أول مرة تشوفني تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو، وشكرا. سلام.